علامات ليلة القدر، هل لها علامة؟ لها علامات في ليلتها في نفس الليلة وعلامات بعد المضي. أما علاماتها في نفس الليلة فأولها أنها ليلة مشرقة من غير قمر، ليلة منيرة من غير قمر، ويتبين ذلك إذا خرجت من المدينة. إذا خرجت من المدينة وأضواء المدينة تتبين لك الليلة بوضوح، لأنها مشرقة ولا قمر فيها. هذه واحدة. اثنين، أنها ليلة سمحة طلقة، لا حر ولا برد، ليست بالحارة تحتاج تشغل مكيف أو تشغل، وليست بالباردة تحتاج تلبس فيه، فهي ليلة متساوية معتدلة، لا حر ولا برد. أنها أيضا ليلة تتضح فيها الكواكب الخفية، يعني لو تنظر السماء في غير ليلة القدر تشوف نجوم وتشوف نجوم خفية، في ليلة القدر تتضح لك النجوم كلها الخفية وغير الخفية، فتتجلى فيها وتتزين فيها السماء على أحسن ما يكون. ولهذا الله عز وجل يقول: زينا السماء بزينة الكواكب. تلك الزينة تتجلى في ليلة القدر أكثر ما تتجلى. أيضا ليلة لا يرمى فيها بالشهب، يعني كل ليلة ممكن يرمى فيها شيطان، شوف نجم وشهاب يمين يسار، إلى ليلة القدر ما فيها رمي بالشهب. لماذا؟ لأن الشياطين ما تتحرك فيها. إني أرى ما لا ترون، هذا يوم بدر، وفي كل ليلة قدر يقول الشيطان من ذلك: إني أرى ما لا ترون. والشياطين في ليلة القدر لا يتحركون، ما أحد يتحرك مكانه، يصفدون. هم يصفدون في سائر العام لكن يتحركون بالأصفي، يعني الصفد السلسال القيد، فهم يتحركون مقيدون، فالمقيد حركته ضعيفة. لكن في ليلة القدر لا حركة، حتى اللي يسرقون السمع أو يروحوا يمين يسار، لا، ليلة القدر لا حركة فيها لشيطان، ولذلك سماها الله ليلة السلام. السلام لا يحصل إلا إذا استراح العالم من إبليس. سلام هي، ما في إبليس، ما في شياطين. حتى الشهب التي ترمي الشياطين ما ترمى في ليلتها. الله عز وجل يقول عن رمي الشياطين: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذا لا يحصل في ليلة القدر، لأن لا أحد يخطف خطفة من الشياطين ولا أحد يقرب من السماء، لأن الملائكة تتنزل، ونزول الملائكة هو سبب هروب الشياطين. فاهمين؟ تنزل الملائكة تروح فيها. طيب، من علاماتها أيضا أنها ليلة قد ينزل فيها غيث، مطر، قل أو كثر، عندك وعند غيرك، لا بد في ليلتها في الغالب ينزل فيها مطرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر وأريت صبيحتها أني أسجد في طين وماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة 21 وقيل 23 يسجد في الطين والماء، ورآه بعض الصحابة على جبهته وأنفه أثر الطين والماء. هذه العلامات في ليلة القدر. طيب، مضت، كيف تعرفها بعد مضيها؟ علاماتها بعد مضيها علامة واحدة، وهي أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء كالقمر ليلة تمامه، هذا رواية. الرواية الثانية تطلع حمراء لا شعاع لها تستطيع تنظر إليها. الرواية الثالثة تطلع الشمس لا شعاع لها من غير نظر إلى لونها حمراء والله صفراء والله بيضاء. والسبب في ذلك، ما هو السبب في كون فجر ليلة القدر الشمس لا شعاع لها؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أصدق ما قيل فيها وأصح ما قيل فيها ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27، واستدلوا على ذلك بالقرآن. قال تعالى في سورة القدر، قال ابن عباس: وسورة القدر 30 كلمة على قدر أيام رمضان، والليلة 27 تعادل وتوجه الكلمة 27، والكلمة 27 من سورة القدر هي ماذا؟ هي، خلينا نعد: إنا أنزلناه في ليلة القدر 5، وما أدراك ما ليلة القدر 10، ليلة القدر خير من 1000 15، شهر تنزل الملائكة والروح فيها 20، بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي كم؟ 27 حتى مطلع الفجر. انتهت. وقال ابن عباس أيضا: إن حروف القرآن تدل على أن ليلة القدر ليلة 27، مو بس الكلمات، الحروف. قالوا: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن كله ليلة القدر مركبة إلا في سورة القدر، وليلة القدر مركبة فيها 9 حروف. شوف: لا، أي، لا، تو، هذه كم؟ 4. القدر 9. ليلة القدر ذكرت 3 مرات، 9 في 3. إنا أنزلناه في ليلة القدر 1. وما أدراك ما ليلة القدر 2. ليلة القدر 3. إذا لقيت غير هذه 3 فيه موجود؟ ما عاد فيه. في القرآن كله ما تلاقيه إلا 3 مرات. 9 في 3 كم؟ 27. فدل بحروفها على أنها ليلة 27، وبكلماتها على أنها ليلة 27. فركزوا على العشر الأواخر كلها، وخاصة على ليلة 27. أفضل دعاء في ليلة القدر: إذا دعوت الله بهذا الدعاء غفر الله لك ذنوبك ورزقك خير الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول أهل العلم أن هذا الدعاء جمع الخير كله.